على أرض مصر. احنا معاكم النهارده اعزائي المشاهدين من داخل المتحف المصري، وبالتحديد قاعه فيها اهم واشهر برديات عرفت في التاريخ المصري كله. من خلالها هنتكلم عن مسمى لكتاب بيعتبره العلماء ان هو واحد من اعظم الكتب اللي اتعرفت في تاريخ البشريه ككل، وبيعتبروا بعض العلماء ان هو واحد من اعظم 100 كتاب في العالم ككل، سواء اذا كان من بدايه الحضارات القديمه وحتى الان. الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه المسمى بتاعه الشهير ليه هو كتاب الموتى. كتاب الموتى ده حدوته كبيرة قوي، فيها تفصيلات دقيقة جدا عن مذاهب وأفكار وعقيدة المصري القديم. المصري القديم اللي كان عقله بيشتغل بشكل مستمر وبصفة مستمرة، وكانت روحه على اتصال وثيق جدا بمحيطه البيئي في مصر، كان بيتأمل كل شيء حواليه، وكانت فطرته سليمة جدا، ونتج عن هذا فكرة ان هو يفكر كويس قوي في الموت والحياة والبعث. فكرة البعث هي أساس هذا الكتاب، واللي هنعرف النهاردة أو هنتعرف النهاردة على هذا الكتاب، ونعرف ليه هو يعتبر واحد من أعظم الكتب في العالم ككل، وواحد من أعظم الكتب القديمة اللي تخص تاريخ البشرية. وبعد فكرة التعاويذ السحرية والأدعية والصلوات والنصائح اللي يواجه بيها المتوفي اللي هيلاقيه في العالم الآخر، ابتدت الفكرة تنتشر أكتر وأكتر، وابتدت تنتقل من الحوائط بعد ما كانت كتابات جدارية، ابتدت إن هي تبقى على برديات. وهنا ابتدت فكرة ظهور إن هي تبقى في كتاب. الكتابة على الحوائط دي كانت فكرة موجودة في العصر القديم نوعا ما، وكانت موجودة طبعا في الأهرامات، واحنا عارفين ان الأهرامات من أقدم العصور الفرعونية، ويمكن كان ظهورها واضح وأساسي ابتداء من الأسرة الرابعة. لكن فكرة الكتابة على البرديات كانت نوعا ما موجودة فقط، ابتدت من الدولة الوسطى ومن الدولة الحديثة، وابتدت بقى الكتابات زي ما احنا شايفين ورق البردي هو يكون الأساسي في كتابة هذه المتون والرموز والأدعية والصلوات. وابتدت فكرة بقى شكل المحاكمة نفسها تبقى عاملة ازاي. المحاكمة نفسها هيقابلوا مين في المحاكمة، وأول حد هيكلموا مين، وأول ما هينتقل هيشوف مين، والآلهة هيبقوا مين، ومين هيحكم عليه بإيه، ولما يشوف الإله ده لازم يقول له إيه. فكانت فكرة المحاكمة اللي كتبت واتسجلت إن هو هيقابل 42 إله، وكان ال 42 إله دول تعدادهم زي تعداد عدد المحافظات اللي موجودين أو الأقاليم اللي موجودة في مصر في هذه الفترة. 42 إقليم ب 42 إله بيطلع يقابلهم، لازم يبرأ نفسه من ذنوب الأرض قدام كل إله. طبعا رئيس المحكمة هو أوزوريس، وكلنا عارفين أسطورته الهامة جدا اللي من خلالها بيعتبر هو رئيس هذه المحكمة، هو وإيزيس ونفتيس بيعتبروا رؤساء هذه المحكمة. الجميل في الكتاب ده إن إحنا لما نيجي نقرأ
الميت هو فيها كذا محاكمة لكذا ميت يعني مختلفين، لكن اسمعوا كلام الميت وهو بيبرأ نفسه قدام الآلهة من الذنوب ومن الآثام ومن الأفعال الشريرة. كلام يا جماعة في منتهى الرقي والعبقرية، ما يختلفش عن التعاليم الدينية السامحة الهامة جدا اللي احنا بنتعامل معها لحد عصرنا الحالي. في تجربة حلوة قوي اتعملت في مركز توثيق الحضاري اللي موجود في 6 أكتوبر التابع طبعا لمكتبة الإسكندرية، ان هم عربوا اللي عربوا كتاب الموتى وقالوها بشكل باللغه بتاعتها طبعا بالهيروغليفي، وقالوها بشكل يعني موسيقي وانشادي، فكانت يعني حاجه عبقريه جدا. انا بدعوكم كلكم ان انتوا سواء اذا كنتوا تزوروا المتحف المصري عشان تشوفوا البرديات اللي موجوده من كتاب الموتى، او ان انتوا تروحوا القريه الذكيه مركز التوثيق الحضاري والتاريخي والطبيعي اللي موجود هناك عشان تحضروا العرض الرائع اللي معمول على شكل بانورامي وبيتكلموا فيه عن الحساب. شوفوا الميت بيتكلم بيقول ايه، وهو بيقول انا ما قتلتش، انا ما سرقتش، انا ما زنتش، انا ما غشتش، انا ما تاجرتش، انا ما اذيتش ست، انا ما اذيتش طفل، انا ما قطعتش شجره، انا ما حرقتش زرع، انا ما غشتش حد وانا بتاجر معاه. يعني التعاليم زي ما قلت لكم الرائعه اللي موجوده في كل الاديان السماويه كانت موجوده بشكل واضح جدا لدى المصري القديم، وده اللي خلى فيه كتير قوي من الناس تقول اكيد كان في انبياء في العهد القديم جدا كانوا موجودين في مصر، لأن التعاليم والنصائح اللي موجودة وفكرة الحساب والعقاب والبعث والخلود وما إلى ذلك هي فكرة دينية موجودة لدى المصري القديم ويعني متأصلة فيه، والفكرة صحيحة وسليمة وما فيهاش يعني شكل كبير قوي من الخرافة، لكن هنلاقيها بشكل ديني أكتر وواضح من خلال هذه التعاويذ والتعاليم. بنتكلم تاني على فكرة ان هو اتسمى بكتاب، زي ما قلنا لكم ان هو كان مجموعة من النصوص والتعاويذ والصلوات في البداية اللي كانت بتكتب على الحوائط او كانت بتكتب بعد كده في اوراق بردي في فترة متقدمة، وكانت بتوضع داخل تابوت الميت كحصن ليه او كدليل ليه. اللي حصل بعد كده ان في العصر الحديث ابتدوا يلاقوا كتير قوي من هذه البرديات في كتير من التوابيت، وابتدوا كمان لدى مصر القديم بالتحديد سنة 1550 قبل الميلاد فكرة بقى تجميع كل هذه البرديات وتجميع كل هذه المتون ان هي تتجمع مع بعضها، ومن هنا ظهرت فكرة الكتاب ان هو بقى كتاب، واصبح يعني فكره التعاويذ المنجيه في الحساب الاخره تحول الى بقى كتاب كبير جدا فيه افكار وفيه فلسفات وفيه طريقه الحساب بالتفصيل هتتعمل ازاي، والمتوفي لازم يعمل ايه ولازم يقول ايه، وكل اله هيحاسبه على ايه، وازاي القلب. احنا عارفين ان لما كان المصري القديم بيقوم بتحنيط الجثمان كان بيطلع الاحشاء الداخليه وكان يحطها في 4 أوعية اللي هم معروفين باسم الأوعية الكانوبية. كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتتشال من الجسد القلب، لازم يحافظوا على الأحشاء دهيت عشان يعرف بعد كده إن جسده يرجع يتجمع تاني عشان يعرف زي ما قلنا روحه تتعرف عليه ويواجه الآلهة. ففي برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة في المحاكمة شيء جميل جدا وراقي جدا، فكرة القلب اللي هو قلب الشخص، قلب المتوفي اللي موجود في إحدى هذه الأوعية هيتحط في ميزان، ان القلب لما بيتحط في ميزان علشان الآلهة توزنه وتشوف هل القلب ده فيه من الإيمان وفيه من الخير اللي يستحق ان هو يدخل الحياة الأبدية او يدخل الجنة او يتنعم
بالحياة الأبدية الأزلية اللي طبعا بعيدة عن الشر. وفي كتير قوي في البرديات اللي هنشوفها في كتاب الموتى رسمة الوزن، الآلهة وهي مقيمة الميزان، عاملة إقامة للميزان، وفي وزن ما بين القلب وما بين يعني عدة أوزان مختلفة، منهم ريشة ماعز اللي هي بتعتبر رمز للحق والخير والعدالة، وإن القلب بالنسبة للريشة مين فيهم اللي هيكون يعني وزنه أحسن ووزنه أتقل نتيجة للأفعال وللمعتقدات اللي عملها هذا المصري في حياته الدنيوية. من أهم الفصول المعروفة في كتب الموتى هو الاعتراف الإنكاري. وهذا الفصل بيقف المتوفى أمام 42 قاضي من المحلفين. لابد للمتوفى أن يقوم بتبرئة نفسه وتبرئة ساحته أمام هؤلاء المحلفين، وبالتالي يصبح قادرا على عبور هذه المرحلة من مراحل الحساب والمحاكمة في العالم الآخر، وبالتالي يكون من حقه أن يستمر في المراحل التالية. ما هي وظيفة هؤلاء المحلفون وما هي وظيفة الاعتراف الإنكاري؟ في هذا الاعتراف أو في هذه المرحلة بيسأل أسئلة من جانب القضاة والمحلفين، وبيسألوه عما قام بعمله في حياته الأولى، وبالتالي لازم هو يقوم بإنكار هذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة عبارة عن خطايا وآثام ولابد أن يقول لا. لذلك سمي بالاعتراف الإنكاري، لأنه يسأل هل قتل فيقول لا لم أقتل، هل سرق يقول لا لم أسرق، هل اقترف أي جريمة ضد في المعابد أو ضد الآلهة فيكون إجابته بالنفي، هل لوثت مجرى النهر يقول لا. لذلك سمي بالاعتراف الإنكاري. وأسئلة الاعتراف الإنكاري هي كلها تعاليم كان من لابد أن هو أو ذكرت التعليم أن كان الإنسان لابد أن لا يقوم بمثل هذه الخطايا، فكان لابد المتوفي أن يقول لا أمام المحلفين، وكانوا يسمحوا له المحلفين بالمرور إلى ما بعد الاعتراف الإنكاري، وبالتالي يكون له الحق في المرور إلى مرحلة أخرى، ثم المرور إلى جنات النعيم في العالم الآخر، بعد أن يسمح له أزير رب العالم الآخر بالدخول إلى جنات وحقول الإيارو عند المصري القديم.
كتاب الموتى مجمع بشكل تفصيلي موجود دلوقتي في المتحف البريطاني. طبعا يعني احنا عندنا منه كتير لكن مش بشكل مجمع، يعني عندنا زي ما احنا شايفين عندنا برديات كتير موجودة في المتحف المصري، لكن الشكل المجمع على شكل كتاب يعني مجمع كل البرديات اللي كانت موجودة بشكل تفصيلي للكتاب موجود في المتحف البريطاني. أول واحد ترجمه من لغته الأصلية للغة الإنجليزية كان البعض بيقول ان هو كان واحد ألماني والبعض بيقول ان هو كان واحد إنجليزي، وطبعا الاسم الأشهر في هذا المجال هو واليس بادج. بعد كده بعد اما ترجم ابتدى جه واحد تاني اسمه بعد السير واليس بادج، بعد ما ترجمه للغة الإنجليزية عمل منه كتاب واحد تاني إنجليزي اسمه بيرت هرو. بعد ما بيرت هرو عمل هذا الكتاب الشهير جدا، كتاب بقى مطبوع عادي جدا عشان ينزل للناس يعرفوا يقروه يتعاملوا معاه، يعرفوا ايه هي البرديات القديمه، ايه هي متون الاهرامات والتعاويذ والصلوات والدعوات اللي ابتدت بعد كده تحولت لقصه متكامله لحساب الاخره. طبعا هم انبهروا بهذه الفكره البشريه العبقريه جدا، فعملوا منها هذا الكتاب. وجه بعد كده عندنا في مصر الدكتور فيليب عطية عمل ترجمة للغة العربية لهذا الكتاب، والكتاب ده هنلاقيه موجود في المكتبات لأن هو موجود عندنا في مصر من زمان من السبعينات تقريبا. فطبعا الفكرة جميلة جدا، وقراءة الأفكار اللي موجودة في هذا الكتاب للمصري القديم بيعرفنا أن عظمة الحضارة دهيت جت من الفكر، جت من الفلسفة، جت من محاولة الإنسان المصري القديم أن هو يرتقي بنفسه، وفكرة ارتباطه بأن هو ارتقائه في الأرض وفي تعاملاته هتخليه في الآخرة برضو ان هو مؤهل اكتر للحياة الابدية، وكلما ارتقى على الارض هيرتقي في الحياة الاخرى.